لو بيبص للفلوس في واحد عرض عليه 5 مليون. طول ما عم صابر فيها مش هنخلي حد فيها. العب. ما شاء الله ما شاء الله. عاش يا عم صابر، انت بتكسب قد كده وكده. بكسب قد كده وكده. هات الروان يا ولد، الروان التاني يا ولد. ايوه يا عم صابر. ايوه 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 ايوه. فينا على نزلة السمان. اكشن تاني مرة. نروح نركب خيل انا وعم صابر ومحمد ابن صابر. ربنا يسترها. وصلنا نزلة السمان. على مهلك يا فنان. اول ما تخش بقى نزلة السمان هتلاقي حصانة على يمينك والمكاتب واصحاب الحصانة على شمالك. احنا بقى حاجزين مع واحد ورايحين له هنشوف بقى الخيل بتاعته. اكشن تالت مرة دي يا عم صابر. ايوه حبيبي فوكس. اكشن تالت مرة. اكشن تالت مرة. انا وعم صابر، بس النهارده معانا ضيف جديد. اول مرة يركب خيل، صح يا عم صابر؟ محمد صابر اخو يوسف اهو محمد صابر الشاب الوسيم طبعا جاي النهارده يركب خيل، واول مرة تركب خيل صح؟ حصل اول مرة. اول مرة. ربنا يستر عشان ابوك معروف ان هو خيال. ابوك معروف ان هو خيال فبلاش. انا قد الطفل ده. اهو انا قد الطفل دي وانا مع الناس دي. الله اكبر. اللي علي هنا الصغيرة كلها بص امال ايه متبرمجة. يعني يتولد على خيل على طول. هو بيركب حوالين جده كده بقى. النهارده الجو حر. جده اللي قاعد على الترابيزه. ده ما مالناش دعوه بجد عشان احنا شفناه لا المره يعني اللي فاتت. لا يعني بيعرفك بايه بان هو بيلعبوا عيالهم على عم صابر جده عصبي. والله والله عصبي. فينا شر. الله يسهل له. مش جايين نركب خيل ونتانس كده ونوريكم الاجواء بتاعت السمان باذن الله. اول مره يركب خيل فاحنا عايزين بقى ان ايه نركبه حصان رهوان. هات الروان يا ولد، الروان التاني يا ولد. فيلم مين ده الفيلم؟ ياك ما عملوش فينا النهارده. هات الروان التاني. احنا طالبين 2 رهوان وواحد رهوان. الروان التاني هتكبر التالت ده. بينادي علينا. يلا نشوف النعم. ايوه يا باشا جهزت الرهوان. الله اكبر الله اكبر بسم الله. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. يا عم صابر بسم الله ما شاء الله. طول ما عم صابر فيها مش هنخلي حد فيها. بتقول ايه؟ طول ما عم صابر فيها مش هنخلي حد فيها. العب بقى يا مان. الكبده الصباحي بقى هنا. خلص الكبده ونيجي بقى نروق على مزاجنا هنا يا عم راجل صابر. محترم. اهو راجل محترم. اهو وبشوش. اهو يا عم صابر. اهو عم صابر اتبسط كده. أيوة كده. الله الله الله. اللهم صل على النبي. العب يا عم صابر ما شاء الله ماشي. طب يلا. اركب يا عم مالكش دعوه. يعني الريس ملك الكبده الجملي هنا. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. اهو الخيل التاني جه يا عم صابر. الله اكبر الله. ايوه 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 ما شاء الله. للاسف ما بعرفش ارقص الخيل. طب انا ما بعرفش ارقص الخيل يا عم صابر. نعرفك كل حاجه. خدت بالك كل حاجه يا عم صابر. نعم قول له هنعرفك كل حاجه دلوقتي باذن الله. ده رقص وتكبيش وكل انت حاجه. راجل يعني يا اخويا هتعلمني الخيل دلوقتي عشان انا والله بركب خيول ما بعرفش لا ارقص. تتفرج الراجل ده بيقدر الله يخليك يا عم صابر. والله محترم. والله كانت يعني احنا جينا له ثالث مره دي خلي الله بالك. يخليك ده مكانك يا عم صابر. لفينا ورجعنا له عشان هو راجل محترم وبيقدر يبقى يخش عليه. صح كده. طب امسك الاول وبعد كده نصور براحتك. ماشي كده الاول. وزة فاروق بقى يا جدعان بصراحة حد يعني حد محترم كده وبيحب يبسط اللي يروح له. ايه يا باشا؟ حبك الحاج عاوز يغير حاجه هو في دماغه حاجه. طب ايه طبعا استنى محمد ولا ايه؟ انت نسيت ابنك؟ يا محمد بيمشي ازاي؟ قول له شيء هيمشي. ده الرهوان التاني. دخلنا ساحة الهلاك وعم صابر سبقني قدام. هي
هيا هي ايوه عم صابر هي هي ايوه كده لم من ورا تاني لم ما تخلوش يجري امشي ايوه كده زي ما انت معاه خش ما شاء الله ما شاء الله عاش عفرت علينا يا عم صابر عاش الراجل كان بيلعب بيه زي الرهوات انت مش عارف تركب الخيل احترف يا عم صابر بيطلع بس بتبقى الحصان لسه فرحان بايه وخروجه بره الاسطبل اه. هو ما بيلعبش طب لو الراجل ده ركبه وخلاه يلعب ها هو عارف اسلوبه هو عارف اسلوبه انت بتسأل ايه؟ الحصان بيرفع ده رهوان وفي رهوان بيرفع مرة ولا التاني يا عم صابر يا حبيبي ايوه يا باشا ايوه يا حبيبي محمد رفع راسك ولا ايه الكلام؟ محمد راجل محترم دبلوماسي شويه اه مالوش في الخيل والنط والكلام التاني يوسف هو اللي بيخرج عفريت معايا كتير فانا قلت اعود محمد دردرحه كده ادخله في زواريج الناس ويشوف الناس الحلوه المحترمه والناس السمان ويشوف حبايبنا ويشوف ابوه كان شغال مع الناس دي برضك زمان ايوه وهو صغير من هو شبله صغير لازم يركب خيل فلازم يركب خيل ويشم ريحه الخيل صح ما تخافش من البني ادم اللي مربي الحياه دي قلبه ابيض هتلاقيه قلبه والله انا لسه طالع وقلت الكلمتين دول يا عم صابر اقسم بالله حقيقي بس ايه رايك في الكلمتين انا دول؟ معاشرهم كلام يعني بجد يعني مش كلامه بس والله فعلا انا ما صاحبتش واحد مثلا مربي حاجات وكده غير لما يكون فعلا قلبه ابيض وبيسامح بالظبط كده خاف من البني ادم اللي مش غاوي اي حاجه هتلاقيه يعني حرص منه بس هو مش وحش بس حرص منه ورب ينجح هينجح يا عم صابر من اول مره ينجح هيجي منه واحده والله عاوز الصبر مش من اول مره برضه لا لسه اول طلعه يلا يا باشا كعبك ايوه كده انت ايه رايك بقى يا عم صابر وحاسس ايه من حب الناس بقى ليك الفتره اللي فاتت دي بامانه؟ كرم من عند ربنا ويعتبر رزق من ارزاق الدنيا حب الناس دي حاجه حلوه قوي جامد وحب الناس وثقتك وثقه الناس فيك ديت بتزيد يعني بتزيد عليك مسؤوليه ان انت عاوز انت راجل وسيط ما بيني وما بين الناس بالنسبه لشغلي راجل وسيط همسه وسط ما بيني وما بين الناس انت شوف الناس في التعليقات بتقول ايه بتيجي انت تقول لي الناس كذا 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 بتشكرك وكلام من ده فانا بتزود عليا محبه الناس بتبقى مسؤوليه فكل الناس اللي بتشكرني ديت انا عاوز ارضيها كل ما يشكروني كل ما اتمنى ان انا ارضي كله محبه الناس دي مسؤوليه كبيره يعني مثلا انت عاوز تراضي كل الناس اللي بتشكرك في التليفون واللي بتيجي تاكل عندك واللي بيسلم عليك كل ديت محبه الناس ديت ما تتقدرش بفلوس هي كل الناس بقى بتشتكي من حته مثلا المكان والنساج تمام والكام حاجه دول اللي احنا ايه عارفينهم طبعا وانت عارفهم تمام عرفنا بقى انت ايه اللي مخليك مثلا ما تظبطش الدنيا دي برضك كل حاجه بتصرف سنه انا بس ببدا على ايدي سنه يعني مثلا اوسع المكان سنه شويه بشويه هجيبها لك بقى يعني ايه بلسان الناس قول يا عم صابر انت بتكسب قد كده وكده بكسب قد كده وكده فهمنا بقى لو انا بكسب زي ما الناس بتحسب لي ما كنتش قعدت على النصاج واستحملت الهبو اللي بيطلع عليا كنت جبت 3 4 كنت جبت كاشير تمام التمام لو انا بكسب زي الناس ما بتحسب لي انا بطلع اجري بدل ما اشتغل بره كاني شغال في كافيتيريا ليه عشان الدنيا غليت الدنيا حبيبي الدنيا خربانه حبيبي فيا سيدي لما انت يعني مشكله الناس ان احنا بنحسبه لبعض عملنا واللي بيحسب لواحد بياكل عيش عليا النعمه ما ينجح مش هينجح في حياته ليه انت ما تشوف واحد بياكل عيش قول الله يسهل له ده على صحته ده انا بتكبه انا صاحب الشغل انا بتكبه في الشمس والصهد وهو بتكبه في الظل انا بتكبه متدفي في السقف متدفي في بيتي وهو بتكبه في السجعه في الشارع لو زي ما الناس بتحسب لي تقول ده بيكسب قد كده مفيش المكسب ده كان زمان الوقت الزيت على قد الخيط مفيش حد عبيط الجزار ما بيحسبها لي قبل ما يديها لي يا دوبك انا بطلع اجري واجري عيالي اللي حواليا وخلاص
اللي عمل زمان، واللي بيحسب ده الله يسهل له. اللي بيحسب ده هو يجي عنه يعمل زيي. اللي بيحسبها لي بالكاف والنون وبيقول لي انت بتكسب وما بتكسبش. المصنعات دي يا سيدي اللي انت انا الفتره اللي جايه اعمل ايه بقى؟ عشان الكبده شحيحه في السوق، هجيب قعدان ان شاء الله واذبحها كده اهوت، واللي ما يلاقيش كبده يلاقي لحمه صغيره. والمصنعات هعملها من الجعود اللي انا بذبحه، مش حابب ان انا اجيب لحمه من بره واعمله مصنعات، اعمله على ده قدام الناس. هتجيب شغل الفارم والدنيا دي كلها كله تبقى قدام الناس. يبقى الحاجه الخطوه اللي اللي انت جايه بتعملها ضامنها وانا اللي ذابحها. قعدان صغيره برضك باذن الله الخطوه اللي جايه، والكبده بتاعته تبقى الموجوده. وقت ما تخلص الكبده تبقى فيه لحمه صغيره تتقطع قدام الزبون وتطيب قدام الزبون. وعاوز يعمل مصنعات اعملها قدامه، وادعوا لي بالستر والمشيان الحال. هي تمشي واحده يعني. انت قيمتك كبيره، شغلك كاشير ان شاء الله. ان شاء الله. بتبص للناس وتبص للناس من تحت النضاره كده. لو بيبص للفلوس، في واحد عرض عليه 5 مليون في المهنه والله رفض. وشاركك واعمل ووضب لك المكان. ينفع تقول اسمه؟ لا ما ينفعش. حد مشهور جامد والله ما ينفع. والله اقسم بالله قال لي اشطب لك المكان سوبر لوكس. هو هيكون بلبن كلمك ويقول لك هنعمل لك زي عم شلتت والحاجات دي؟ لا والله. ده حد عنده فروع اكل في السعوديه وفي دول كتير قال لي في الوطن العربي والله رفض. ليه؟ هو بيحب يشتغل بايده، حر نفسه، البركه في شغلته بايديه بس مش اكتر. ما بحبش شريك، ما بيحبش الحسابات الكتير والدنيا. لا عشان انام مستريح. اما اكون شغال على قد خطوتي، خطوه بخطوه، تاتا تاتا كده، انام مستريح. ما كل ما استريح الدوشه، كل ما اوسع الدوشه هتكتر في دماغي. خلوني على قدكم كده، على قد ايدكم. هتحب تركب نور؟ اركب الرهوه. دي كانت رحلتنا في السمان. تمام. هنجري طبعا. هتجرينا بالخيل ولا خلاص كده؟ تمام. هتجري شويه. هيجرينا مفيش مشاكل. بس مش هنعرف نجيب بقى في الفيديو صح؟ مش هيبقى الفيديو مش هيبان. مش هيبان صح؟ الشاي جه يا عم صابر. الشاي اللي على الكانون. الكانون بتاع عمنا حورس. هو والله كان بيعملوا على الكانون صحيح. هتقبل له طعم تاني. اشرب كده وقول لنا ريفيو عن الشاي. لا ده تمام بجد والله. اقسم بالله. طب انا لو شربته يبقى تمام؟ لا والله هتبقى تمام. خد شفطه كده دوق. والله حلو جميل هيعجبك. اقسم بالله ده بتاع النار. ما بشربش شاي اصلا يا عم مصطفى. مفيش مشاكل. بشرب شاي اخضر. مفيش انا شاي اخضر. دي شاي كشري. الشاي الاخضر في البيت بقى اما بنقعدوا قاعده مثلا هاديه كده اهوت، بتشرب الشاي الاخضر ده بيقعد حوالي 3 ساعات. ده عاوز ابو بال طويل. احنا دلوقتي بقى هنركب ونطلع هنشرب كوبايه الشاي، ونحب نشكر اخونا فاروق تمام على الخيل الكويسه دي ومقابلته الحلوه. ومقابلته الحلوه. وكان يوم جميل. والله. وقعده حلوه واحلى ناس. وشكرا للناس اللي بتتفرج علينا وبتدعي لنا. قول كلمه يا عم صابر. حبيبي فاروق، تكفى مقابلتك الحلوه ووشك وابتسامتك الحلوه. شرفتني والله. ولو اتفرجت على الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش بقى تعمل لايك ومشاركه، وادعي لنا باي حاجه حلوه كده زيك. شكرا.